انظر داخل هذا الحاضن. هذه البيوض وضعت قبل 21 يوما، وهذا البيض على وشك أن يفقس. إذا استمعت جيدا يمكنك سماع الكتكوت ينقر من داخل قشرته. قريبا سيخترق القشرة ويأخذ أول نفس له من الهواء النقي. إنها لحظة درامية، ذلك النفس الأول لحظة يشترك فيها العديد من الكائنات بما فيهم نحن. لكن انتظر، فكر في هذا. عندما كنت في الرحم كنت تحصل على الأكسجين من والدتك من خلال الحبل السري، ولكن خلال 21 يوما الماضية تم فصل هذا الفرخ عن أمه وتم حبسه داخل بيضة. فكيف يحصل على الأكسجين؟ تبدو البيضة وكأنها نظام مغلق تماما. الماح وأصفار البيضة يحتويان على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لبناء كتكوت صغير، وكما هو الحال مع الطفل البشري فإن كل هذا البناء يتطلب الأكسجين، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يتم تخزينه داخل البيضة. إذن من أين يأتي ذلك؟ حسنا، ألق نظرة على هذا. عندما تكبر قشرة البيضة 1000 مرة يمكنك رؤية بلورات كربونات الكالسيوم التي تتكون منها القشرة، وهنا وهناك ثقوب صغيرة لا يتجاوز قطرها 1 من 1000 من البوصة، وهذه الثقوب الصغيرة تسمح بدخول الهواء الخارجي إلى الداخل، لذا يمكن للأكسجين أن يمر عبر القشرة. لكن الكتكوت الذي ينمو في الداخل ليس لديه رئتان تعملان بعد. كيف يحصل على هذا الأكسجين في مجرى دمه؟ حسنا، بعد بضعة أيام من وضع البيضة يحدث شيء مذهل. عندما تمسك ببيضة مخصبة أمام ضوء ساطع يمكنك رؤيتها. شبكة دقيقة من الأوعية الدموية تنمو من بطن الجنين وتضغط على غشاء يقع مباشرة داخل القشرة. يدخل الأكسجين من الهواء عبر الثقوب الصغيرة في القشرة ثم ينتشر إلى دم الجنين، وفي الوقت نفسه يتخلص الكتكوت النامي من ثاني أكسيد الكربون. كل ذلك يبدو مشابها بشكل ملحوظ لأيامك الأولى في الرحم. كان هناك كيس مح على الأقل في البداية، وشبكة من الأوعية الدموية تنمو من المكان الذي يوجد فيه سرتك الآن. ولكن بدلا من أن تضغط أوعيتك الدموية على حافة القشرة، وصلت أوعيتك الدموية إلى جدار الرحم حيث اندمجت مع غشاء خارجي لتشكل المشيمة، وفي المشيمة انتشر الأكسجين من والدتك إلى مجرى دمك. إنه بالفعل انعكاس دقيق لما يحدث في بيض الطيور والزواحف. وأثناء حدوث كل هذا تتطور الرئتان. نحن البشر لا نملأ رئتينا بالهواء حتى بعد ولادتنا، لكن الكتاكيت تبدأ بذلك مبكرا، وذلك لأن الأكسجين يدخل طوال الوقت عبر القشرة بينما يتبخر الرطوبة ببطء إلى الخارج، وهذا يخلق فراغا يتجمع فيه الهواء تدريجيا. قبل يوم تقريبا من استعداد الكتكوت للفقس يبدأ في التحرك. يثقب ذلك الجيب الهوائي ويملأ رئتيه، ثم يكون لديه ما يكفي من الأكسجين ليقاتل للخروج من البيضة ويأخذ أول نفس من الهواء النقي.